إيران دخلت العراق يوم كان دولة، وإيران هدمت الدولة العراقية وهدمت المجتمع العراقي واغتالت عناصر النبض في المجتمع العراقي بأصنافهم. أسبوع يقتلون الدكاترة، أسبوع يقتلون الطيارين، أسبوع يقتلون المحامين، مثل دفاتر نادر الجهة الذي أسمع للصفوة التي أبيه العراق. تركيا اليوم ندعوها للتدخل تدخلا لا اختياريا إنما اضطراريا. فرق. وحتى العرب الشيعة اليوم في الجنوب يعيشون الأمرين تحت الحكم الفارسي، مثل أبناء عمومتهم في الأحواز. الإيران اليوم أدخلت 250,000 إيراني دخلوا العراق واختفوا. أين هم؟ أين هم هؤلاء الذين اختفوا ودخلوا بدون أوراق؟ أين ذهبوا؟ لا نسمع أنهم يعيشون في العراء، لم نسمع أنهم عادوا إلى إيران. أين يعيشون؟ يعيشون في بيوت أناس أدخلوهم، وهؤلاء ينتظرون ساعة الصفر عندما تخلو الموصل من أهلها. إذا لم تتدخل تركيا في الموصل فسيتقاسمها أطراف النزاع، ولا يسمح للنازحين بالعودة إليها، وسيوطن محل الموصليين سيوطن محلهم طاجيك وأفغان وشيعة من هنا وهناك، وتتغير ديموغرافية الموصل إلى بشكل نهائي.